السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم خبر نت. الخبر اللي نهضروا عليه اليوم هو الخبر اللي تكلمت عليه بزاف في الصحافة هاد الايام، والمتعلق بلاعب نادي لانس الفرنسي الموهبة المغربية نايل العناوي والامكانية ديال التواجد ديالو في التجمع القادم ديال المنتخب المغربي. بزاف ديال التقارير هضرات عليه واكدت انه غادي يكون مع المنتخب المغربي، ومن الممكن يكون في التجمع الجاي، حيث كان غادي يكون في الماتشات اللي تلعبوا ضد تونس والبنين، لكن كانت عنده اصابة في الفخذ. واخا بزاف كذبوا على الشيء، ولكن اللعاب بصح كان كيعاني من الاصابة قبل ما يسالي العام. نائل من بعد ما لعب ماتش واحد مع المنتخب الاولمبي ضد البرازيل غاب على المنتخب، وكان متردد ما بين يكمل مع المغرب ولا يختار فرنسا، وذلك بسبب الام ديالو الفرنسيه اللي بغات يلعب معاهم. والاب اللي هو البطل العالمي المعروف في رياضه التنس يونس العناوي بغاه يلعب مع المنتخب المغربي، وهذا هو السبب الوحيد باش كان متردد. الركراكي سبق قال في واحد اللقاء صحفي بلي تواصل مع اللاعب نائل العناوي، وقال بلي المنتخب ما غادي يتسناه، خاصو يختار ويحسن من الاختيار ديالو ما بين فرنسا والمغرب. ولكن مؤخرا بدات الامور كتوضح شويه، وبنسبه كبيره غادي يكون نائل العناوي مع المغرب، واللي ممكن انه يلقى مكان في المنتخب الوطني المغربي، على عكس فرنسا اللي فيها منافسه قويه بزاف وصعيب باش يولي رسمي على الاقل في السنوات اللي جايين، خاصه وانه قرب لسن 24 سنه. نائل في الكارير ديالو في الشباب كان لعب في نادي اسباني سميتو غافا، من بعد لعب في نانسي الفرنسي اللي بقى معاهم حتى وصل للفريق الاول، ومن بعد انتقل لفريق لانس وتم فيه بدا التالق ديالو. بالنسبه للارقام ديالو هذا العام لعب 24 ماتش في الليغا، ماركا 8 وعطى واحد الاسيست، ولعب ماتش واحد في كاس فرنسا. العناوي حاليا القيمه الماليه ديالو تزادت حيث وصلت ل 15 مليون يورو على حساب اخر تحديد ديال ترانسفير ماركت، والعقد ديالو غادي يسالي في 2027. واخا هكاك بغاو بزاف ديال الانديه منها يوفنتوس اللي كذا التقارير انه وصل معاهم اتفاق، وباقي غير اتفاق بين النادي وبين لانس، وكاين الاهتمام الاخر ديال استون فيلا الانجليزي، ولكن لحد الساعه مازال ما تحددت الوجهه الرسميه ديال اللاعب نائل العناوي. هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.